هلو هلو، النهاردة هنعمل بلوزة او تونيك. حاجة طويلة كده وتكون واسعة ومرحرحة، تتلبس في الصيف معانا بأكتر من شكل، حرفيا بأكتر من شكل. انا القماشة دي كانت فاضلة عندي من قماشة تاني، القماشة الكاملة كان فيها كنار. انا خدت الكنار عملت منه بلوزة وتفضل معايا الجزء ده. طب الجزء ده هنعمله ايه؟ الجزء ده هعمله بلوزة. قست كده الطول والعرض بتوعي، ورحت تانية القماشة عندي بالنص. حلو كده، وادي هنا من عند العرض بوريكم العرض بتاعي، وكمان هتنيها تانية كمان، هتني العرض بالنص اهو كده. وبعدين هاخدها اساوي كويس القماشة، يعني يكونوا الاتنين مظبوطين على بعض، وبعدين اروح اتنيها. طيب انا هعمل ايه الاول؟ اول حاجة هعملها، انا عندي في الطباعة بتاعة القماشة نفسها في شريط غامق كده على الاطراف. حلو، انا مش عايزة الشريط ده يبان معايا كله. اعمل ايه يا ست الكل؟ رحت بعد ما اتني كده هقيس 5 سنتي. 5 سنتي، ولو في حتة باينة من الطباعة السمرة دي او الغامقة شوية هتروح اهو، لو شايفين معايا كده ايه في الصورة. حلو كده، زي الفل، زي الفل ان شاء الله. دبست الدبابيس الاول عشان ايه؟ اثبت بالمرة واخد ال5 سنتي بتوعي واقص على طول. انا بفهمكم بس انا ليه اخدت ال5 سنتي دول، ان انا مش عايزة الطباعة دي تبان. انتي لو عندك قماشة حلوة كده كتكوتة مظبوطة مش هتحتاجي معايا الخطوة دي، بس انا مش عايزة الطباعة دي الصراحة تبان. اخدت ال5 سنتي بتوعي، علمت العلامة بتاعتي وانا مدبسة القماشة بتاعتي، وعلى طول ايه؟ بالمقص. حلو كده والله، يعني بجد مش هتاخد منك 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. يعني انا اخدت مني 10 دقايق قص ومش عارف ايه وكده، و5 دقايق مثلا على المكنة. قولي 10 دقايق تاني زيهم على المكنة، ربع ساعة بالظبط بلوزة. وانا كنت عاملاها وانا نازلة اصلا ايه، مع احنا ولاد خالة بقى، انا نازلة مع اصحابي تاني يوم، والصيفي ما نزلتش حاجة صيفي لسه، فقلت ما اعمل بقى انا حاجة صيفي، يعني انا لسه هنزل واغسل. المهم، قصيت كده الحتة اللي انا خدتها، ورحت ايه سويت بالمرة من تحت كده، لو في زوايد قماش او مش متساويين من تحت رحت سويت من تحت. حلو كده. طيب بعد كده هبدأ ايه ارسم الرقبة بتاعتي. اول حاجة هنا باخد 8 سنتي، وبعدين اخدت 10. انتي عايزة، انا عايزاها تكون واسعة شوية الرقبة، لان انا عاملة حسابي ان انا هلبس تحتها شميز. لو انتي مش عايزة اللياقة بتاعت الشميز تبان، قللي خليها 8 في 8 مثلا. المهم اخدت 2 سنتي كمان بتوع الرقبة الخلفية، نزلت 2 سنتي وبدأت اوصل مع بعض. حلو كده زي ما انتوا شايفين. هتبان اكتر كمان شوية، ما تستعجلوش، لو مش باينة دلوقتي هتبان كمان شوية. اهو هوصل مع بعض 8 ب10 وال10 بال2 سنتي. حلو كده. انا عايزاها كلها تكون واسعة مرحرحة كده بقى، والصيف والحر ده. جينا بقى ايه عشان اخد العمق بتاع الكم. اخدت 15 سنتي، 15 18 سنتي كده، وانتي براحتك يعني على حسب كل واحد ايه المقاس بتاعه، بس انا خدت 18 15 سنتي. هتأكد واكتب لكم ان شاء الله. حلو كده، اخدت يا ست الكل علامة وابدأ اقص. خلصت اهو، هعد لكم تاني. اخدت 8 في 10، ونزلت 2 سنتي بتاعة الرقبة الخلفية، ووصلت ال10 بال2 وال10 ب8. حلو كده. وبعدين ايه؟ نزلت ال18 سنتي ولا 15 بتاع الكم. بس كده هنقص. اول حاجة عملتها ان انا قصيت الرقبة الخلفية. الرقبة الخلفية عادي بقص على ال4، انا تانية القماشة على 4، فهقص عادي على ال4 مش مشكلة. قصيت كده الرقبة الخلفية معايا، وبعدين ايه
عادي. انا بحاول يعني افهمكم ان عادي الرقبة الخلفية هشيلها، وبعدين اخدت علامة مكان الكم بتاعي. حلو كده. تمام، هبدأ بقى بعدين هسحب. شايفين القماشة دي؟ هاخد الطرفين اللي في النص، راق القماش اللي في النص، واسحبه حتة يعني سيكة سيكة كده، بس ايه يفضيلي المكان اللي تحت الرقبة الأمامية. بس أنا مش هعمل أكتر من كده. شايفين؟ سحبت حتة صغيرة خالص، ظبطت القماش زي ما كان، بحيث يديني الرقبة الأمامية اشيلها نقصها قصدي. اهو كده. حاول اظبط القماش عشان يكون مظبوط زي ما كان في الأول. حلو كده. اهو كده الحتة بس بتاعت الرقبة، واشيلها زي ما قلت. لو انت عايزة اصغر من كده بحيث ما تبينش الشميس، ما تبينش التوب ايا كان يعني، خليها 8 في 8. خلي الرقبة 8 في 8. لكن انا عاملة حسابي من الاول ان انا هلبس شميز واللياقة بتاعت الشميز هتبان. انا بحب الستايل ده الصراحة. حلو كده. خلصنا. بس البلوزة خلصت، هي هنا كده وخلاص. البلوزة خلصت، تاخديها تحت المكنة وخلاص، خلص الموضوع. بس بحاول اظبطهم، ارجعهم زي ما كانوا عشان اوريكم. بصوا ازاي كده الرقبة الامامية والخلفية اتقصوا. بس خلصنا حرفيا. عملت انفور. احنا عملناه قبل كده في الاسدال. لو ما شفتوش الاسدال شوفوه وبالتفاصيل. انا عملت واحدة بصراحة بعيد عن الكاميرا. تمام كده اهو بوريكم، عشان بس ما تقولوش يا الرقبة ونضفتيها ازاي ومش عارفه ايه. لا، انا عملت انفورم بس بعيد. هحط لكم لينك الفيديو بتاع الاسدال. حلو كده. وخلاص خلصنا. هقيد بس تحت المكنة وخلاص، خلص الموضوع. اهو بقى اقول لكم ان انا عملت الانفور. بصوا بقى انا عملت ايه. حبيت اخد تقسيم. التقسيم بنعمل ايه؟ زي بنسة. بقيس من تحت الباط لحد الوسط بتاعي واخد نقطة. حلو كده. انا عندي شبر، المسافة من تحت باط لحد الوسط شبر. اخدت نقطة، وبعدين دخلت 3 سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي، على حسب ما انتي عايزة تضيقي البلوزة. بس انا خدت 3 سنتي ونزلت كده. شايفين الخط الاحمر اللي انا عاملة بيه؟ يا رب يكون واضح معاكم. وبس خلصنا. ادي البلوزة معانا خلاص.